أعود لنقطة. ترى الشتم واللعن ما تسويها واحد عنده رجولة أبدا، أأكد لك. يعني هاي مو وسيلة الرجولة. الشتم والسباب مو وسيلة من وسائل الرجولة أبدا. وسائل الرجولة تترفع عن الشتم. أرجوك أنا ما أزود اليزيد لما أريد شتمه، ثق أني ما أزوده، لا يزود ولا ينقص. لأن إذا كان الله عز وجل أعد له جزاءه، هذا الجزاء اللي أعد إليه هو يتولى جزاءه. أما أنا أجي أشتم، الشتم شيء قدم أو شيء أخر، صدقني ليس من سمات الرجولة ولا يوصل إلى الحق في يوم من الأيام. ولذلك كان الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يأبى عندما مر معهم يشتمون بعض أهل الشام، قال لهم لا لا لا، انتم قولوا اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. قال لهم هاي وسائل خسيسة، الشتم ما يؤدي إلى نتيجة، الرجل ما يوصل إلى حق بالشتم، يوصل إلى حق بطرق أخرى. نعم أقيم، أقيم يعني أنا ما أسمح لفكري بأن يعتنق يزيد، ما أسمح لفكري بأن يصبح فكري قاعدة لهالأشخاص الملوثين. لا، أنا مثل ما أدور الطعام الطيب أدور الفكر الطيب وأدور العقيدة الطيبة، لكن أني أتعمد الشتم أو أتعمد الاعتداء هذا لا، هذا أسلوب تأباه رجولة الدين وعنفوان الدين، يأبى هذا.